قبل ما نبدأ الفيديو عاوزك تكون عارف ان في 3 حاجات الناس بتعملهم دايما، والحاجات دي حرام، ولا وفي حاجات منهم كمان شرك بالله عز وجل. فإياك تكون واحد من الناس دي، ونصيحة مني انك اول ما تسمع حاجة زي دي ان شاء الله تحاول تبعد عنها. اول حاجة هنتكلم عنها التشاؤم. التشاؤم ده اللي هو ايه؟ انا ما بحبش الشهر ده، شهر ابريل مثلا، زي ما بيقولوا شهر ابريل ده شهر تشاؤم، ولا شهر فبراير. لا انا ما بحبش الواد ده عشان بيجيب لي تشاؤم، اليوم ده فيه تشاؤم، مش عارف ايه، انا اللبس ده بيجيب لي. التشاؤم ده حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. الطيرة دي اللي هي التشاؤم، يعني التشاؤم اللي هي انت شايفها حاجة بسيطة دي شرك بالله عز وجل. تاني حاجة وهي الأغاني. الأغاني حرام برضو، وانت عارف ان انت ممكن تكون مقتنع ان في ناس بيقولوا انها حلال وناس بيقولوا انها حرام، بس الأغاني حرام. وهسيب لك حلقة فوق هنا كده بتدل عنها ان الأغاني حرام، والحلقة دي فيها كل حاجة عن الأغاني، وان شاء الله تطلع من الحلقة دي فاهم كل حاجة عن الأغاني وعارف الأغاني حرام ليه، وسايب لك حلول كتير برضو. الأغاني حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المعازف وحرم لغو الحديث، والحلقة برضو هتثبت لك كل حاجة، هسيبها لك فوق هنا. تالت حاجة وهو شرب السجاير. شرب السجاير برضو اتكلمنا عنه في حلقة هسيبها لك فوق هنا. شرب السجاير ده حرام، وفي أدلة كتير في الحلقة اللي أنا هسيبها لك فوق دي. وشرب السجاير حرام، انك بتضر بيه نفسك وبتضر صحتك، واتكلمنا انه بيضر في ايه، واتكلمنا على السجاير دي ليه اصلا الانسان بيدمنها، كل حاجة في الحلقة اللي هسيبها لك فوق دي. اتفرج عليهم على الحلقتين، اللي هي حلقة الأغاني وحلقة شرب السجاير، وإن شاء الله لو أنت بتعمل ذنب من الذنوب دي هتسيبه. كان معاكم معاذ محمود، سلام.